طبعا لو انا حلفت لكم 100 يمين ان ده تمثال مصر قديم محدش هيصدق، وانه مصنوع بادوات عاديه جدا عند المصريين القدماء برضك محدش هيصدق، وانه بيعود لعصر غريب جدا وعصر مختلف جدا، مش زي ما انتوا فاكرين. في ناس فاكره ان المصريين القدماء سرقوا اثار غيرهم. لا يا جماعه، المصريين كان عندهم تقنيه عاليه جدا ليهم هم بس، ليهم هم بس. بمعنى ان هم بس اللي بيعرفوا يصنعوها، محدش يقدر. في عصر الأسرة 26 ظهرت لنا التماثيل دي. طب يعني ايه أسرة 26 يا نرباء؟ بعد انتهاء الأسرة 21 ظهرت عندنا أسرات غير مصرية. الأسرة 22 23 24 25. جت الأسرة 26 دي أسرة مصرية، قالت وربنا لا هرجع رموز الأجداد، وهرجع حلاوة الأجداد، وهرجع صناعة الأجداد. وقد كان فعلا ظهر لنا هذا النوع من التماثيل المعجزة، اللي تكاد أن تكون في معجزة الأهرامات والمسلات. والله أسرة 26 فقط. يعني أنا لما بشوف النوع ده من التماثيل أقول عليها أسرة 26 وأنا مغمضة عيني، نتيجة إن هذا الفن ظهر في هذا العصر، أيام ما كان فيه غير مصريين موجودين في مصر وشافوا كده. ما كتبوش ليه وقالوا إن إحنا شفنا المصريين عندهم ليزر، ما كتبوش ليه وقالوا إحنا شفنا المصريين عندهم فضائيين، ما كتبوش ليه وقالوا إن إحنا شفنا، لا، ما كتبوش حاجة، لأن دي صناعة مصرية. اوكي. اللمعه دي انا متهيألي، لان انا قريت في اكتر من مرجع، بتيجي نتيجه للحرق. بمعنى ان هم بعد ما يخلصوا التمثال ويصنفروه ويحفروه بيحطوه في حاجه سخنه زي فرنه، فالفرنه بتعمل اللمعه دي على التماثيل الحجريه. تعال اقول لكم بقى الصدمه اللي هتصدموا منها كلها. عارفين التمثال ده مصنوع من انهي ماده او حجر؟ من الديوريت. الديوريت انتوا متخيلين مدى صلابة الديوريت؟ انتوا شايفين اللمعة ده زي ما يكون مطلب الفضة، زي ما يكون محطوط عليه زيت، زي ما يكون محطوط عليه شمع، محطوط عليه مادة عاكسة. لا، ده حجر بس ديوريت، وموجود في متحف اللوفر. متحف اللوفر واخد شوية قطع نقاوة بصراحة، حاجة فل الفل. شايفين القعدة دي؟ ده وضع تعبدي. طريقة الكتابة، انتوا عارفين الأصعب من صناعة التمثال ايه؟ الكتابة دي. الكتابة دي مش رقيقة، مش رقيقة خالص، دي فظيعة. دي تفاصيل. بصوا، كتابة 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 في كل حتة. في تماثيل تانية الكتابة حتى على جسد الكاهن، عشان تكونوا عارفين. هبوريها لكم هتنبهروا اكتر. شايفين اللمعة دي حقيقية والله، مش بهزر، دي حقيقة. يعني انتوا لو رحتوا المتحف هتشوفوها، فتقدروا تقولوا لي عشان الناس اللي بيقولوا ان المصريين القدماء سارقي حضارة، سرقوا ازاي كل العظمة دي؟ طب لو جن، انهي تعويذه اللي تخلي الجن تحت ايديهم طول الفتره دي؟ انا نفسي افهم. العنصر الوحيد اللي موجود هو المصري، وكل العناصر الاخرى مفقوده، ومع ذلك بتؤمنوا بكل العناصر المفقوده ولا تؤمنوا بالعنصر الوحيد اللي موجود وهو المصري. وفي نسخ منها كتير، يعني التمثال ده فيه زيه كتير جدا. اول ما تشوفوه اعرفوا ان هو اسره 26، العصر الصاوي، عصر المصريين لما رجعوا. ومع الاسف مع دخول الفرس، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، انهارت الاسره دي، انهارت الحضاره المصريه القديمه وما قامتش تاني.